طب يا جماعه، دكتور مكاوي انتقدني. الناس اللي مش عارفه دكتور مكاوي، فدكتور مكاوي ده دكتور بيعلمنا كل حاجه في الديتنج لايف. اي حاجه ليها علاقه بالانثى تقدر تسال فيها دكتور مكاوي، اي حاجه ليها علاقه بالفلوس او النجاح او الشهره تقدر تكلم دكتور مكاوي، وده قدوتي في الحياه وبعدين قدام الناس كلها. خلينا نبتدي. الفيديو كان اسمه الرد الاول والاخير على الانتقادات، وحاططني ورا مع يوتيوبرز وحاطط عليا مراخير بهلوان. فاكر ان انا هتضايق؟ بالعكس، شكلها شيك جدا على فكره. انا بفكر اصلا اجيب بتاع دي بتتباع فين. بس خلينا نشوف الرد الاول. وحاططني بره على اساس ان انا اراجوزه كده وهو واقف قدام بالجو لاينز بفكه. فخلينا نشوف الرد الاول والاخير. انا عايز، انا جاي لك اصلا. يا سلام، انت جيت في جمل. عايز اقول لليوتيوبرز اللي فاتوا والناس الجديده هتقفل برضه، مفيش محتوى، دول ناس فاضيه. ايه ده هنبدا نخبط بقى ولا ايه؟ معانا لوكيشن جديد وطبعا وحش جديد، الجي كلاس بارابوس او البرابوس مش عارف يسموها ازاي. ايه ده؟ في ايه الرياكشن ده؟ مالك فيه؟ ده انت مسمسم جدا بتاعتك البرابوس. انت كل فيديو النهارده معاك موضوع اكبر ده انك بتأجرهم. هو صاحب العربيه قاعد في العربيه غالبا، تقريبا هو اتخانق من مكاوي فطرده او حاجه. ملهاش حل يا جدع يا ابني. فكك هينفجر في مره قسما بالله. في فيديو هتبقى بتصور فيديو كده فكك هينفجر منها. ايه ده؟ فين الرد؟ انا مالي يا عم معاك برابوس ولا ان شاء الله معاك عوامات؟ انا مالي في ايه؟ تمام يا اسطى، تمام يا برابوس. حلوه البرابوس. ونشوف قصه الانتقادات بتاعت الفتره الاخيره دي. ايوه ادينا بقى قصه الانتقادات بقى يا اسطى. مكاوي معهوش فلوس، هنشوف القصه دي. ده لسه هيفرجنا على دبي كله يا عم. انا داخل اشوف انتقادات يا عم. انا داخل بصفحه رحاله. ما انا عارف يا عم دبي. برافو. ايه معاك برابوس ومعاك بتاع ومعاك. قبل بس ما نرد على الانتقادات لازم نعرف ايه اسبابها الاول. ايه اسباب بقى الانتقادات يا اخ يا دكتور فزلوكه؟ الناس على فكره كانت قالت لي على انستجرام ارد. انا رديت عشان ايه؟ عشان انا كنت عايز ارد، مش عشان حد. انا كده كنت ارد اصلا. سواء انت عايز تبعت لي اكد عليا بعد كده، ده الانستجرام بتاعي، ممكن تروح تبعت لي هناك. بشوف انا بقى المسجات الناس عايزين اتكلم. المشاهدات طبعا اظن انا وانت عارفين. انا وانت وهو مين بقى؟ ولا انا وانت ولا اللي محتواهم تهريج وتريقه يتكلموا على مين عشان يجيبوا مشاهدات، عشان محتواهم مش شغال اصلا. يا بقول لك ايه، ما تحورش. انا الوحيد اللي بتكلم عنه عشان اجيب مشاهدات هو احمد حسن. ما تحورش بقى، ما تشتغلش بقى نفسك بقى. ما يا ريت يا ابني كنت بتجيب مشاهدات، كنا عملنا عليك فيديوهات اكتر من كده. انت هتحور نفسك وانت فيديوهات كلها 45,000 و40,000 وجايب مايوهات وجايب بتاع. ويا ريتك عارف تجيب فيديوهات كلها فيديوهات. بص دي صوره دي تتحط دي جايب كام؟ 120,000. انا فيديوهات عندي 200 يا ابني. انا اصلا احنا بنجيب لك كده الريتش اساسا. انت هتحور على نفسك، هتوصل ل 95% من النتائج وواقف كده. امال ال 100% عامله ازاي يا استاذ مكاوي؟ وبعدين كنت بتكلم عليك اصلا قبل. انت لو رجعت اصلا لفيديوهاتي هتلاقي انا ماسكك من زمان، وهتلاقي في ناس بتتريق عليك من زمان اصلا. ده للاسف بيجيب لهم هم مشاهدات عشان من اكتر الاسامي اللي الناس بتدور عليها المحتوى المفيد. صباح الفل يا اسطى، احلى مسا عليك، احلى مسا. المحتوى المفيد وتالت سبب طبعا وهو للاسف الحقد والغيره. سبت النت كله وبنحقد على مكاوي. وانا ان شاء الله قناتي كلها ايه؟ عباره عن حقد. بحقد على الناس، بطلع اقر. ومعظم صناع المحتوى اللي بيتريقوا عارفين ان انا احسن منهم. ايوه انت عايش العيشه اللي انا عايزها، معايا فلوس اكتر منهم، معايا جسم احسن منهم، معايا جسم. يا ابني هتتسخط ارضى الله يخرب بيتك. ما في حد بيقول كده. انت لو عامل 10,000 جنيه على بعض مش هتتكلم كده. ده كلام بني ادم عامل فلوس ولا عمل نيله؟ اطلع اقول انا كل فيديو اطلع اقول انا عملت فلوس، انا برد على انتقادات. والله ما بحبش اتكلم بجد على فكره. معظم فيديوهاتي اصلا بتبقى هزار وتهريج، بس هو خلينا نتكلم بجد. طيب الناس عارفين اكتر منهم، شهره، عربيات، شكل حلو. انا حرام منك وانت قاعد لي بالفانيلا. فيعني التكييف ده مش شغال ليه؟ طبيعي اول فتره عشان هم ناس فتره قرود. احنا بدل ما يتشجعوا يجي لهم الهام. انت الهمتني على فكره مكاوي. انت فعلا انا بدات انفذ كل نصايحك. وكلت قلم امبارح. وانا ما بحبش افهم نفسي ان انا محور الكون، بس للاسف ما بحبش افهم نفسي ان انا محور الكون، بس للاسف انا محور الكون. يعني اعمل ايه طيب؟ تعالوا بقى ايه يوجا ونفك شويه. ايه علاقه ده بالرد على الانتقادات؟ هيروح اليوجا دلوقتي، جاب الفشكير بتاعه. حياته يا بخته. طبعا العيال ال 17 سنه بتموت في الحتت دي. هو بيلعب على رينج 16 15 سنه. مش كل ال 15 16 سنه كده برضه. هو في عيال بتبقى دماغها فكه منها في الفتره دي، فمحتاجه تربيط صمويل. هو اول ما يتموا ال 20 سنه هيحدفوه بطوب. انا عارف، بس هم لسه حبايبي ما فقوش من الموضوع ده. يا يوجا طبعا هو ما وروش في اليوم كله غير يوجا ونايم على بطنه كده والدنيا ايه. ما هو ده يومنا كله. اللي يقول لك ان اليوجا سهله اوعى تصدقه. المهم هنستنى ننشف ونهايدريت. استنى خلاص يا جماعه. كنت قاعد مستني ابقى مكاوي ما ينشف ويتمرن يخلص الروتين ونقعد نسمع. اتفضل خلاص ولا في تمرينه هنروح نخلص مع زرعت. طب بعد اذنك بقى انا داخل
استناني، ما انا استنيتك. ما تعمل الحاجات دي يا عم وتبقى تصور الفيديو يا عم. اللي بيقولوا مكاوي نصاب دي جديده الحقيقه. جديده. الضحكه دي ضحكه كذاب مبدئيا يعني. مكاوي تداول نصب، انت نصاب، وهكذا. مع اني مفيش فيديو واحد قلت فيه حط فلوسك بجد وانت لسه مبتدئ في التداول وتداول. بقول لك يا مكاوي انت بتحور يا اسطى. انت انا مش عايز والله ادخلك في مشاكل يعني، انا بس يعني ماشي سيبنا من النقطة دي. ونعرف بنات ونمشي معاهم وده حرام. انا عمري ما قلت اعمل حاجة مع البنت غلط. يا نهار اسود. انا كل اللي انا بتكلم فيه ازاي تتكلم بثقة. يا راجل بتكلم الناس تقول لهم ما تتجوزوش وما تخلفوش وروحوا اشقطوا هننزل الشارع ونظبط بنات مع بعض. يا راجل انا عمري ما قلت اعمل حاجة مع البنت غلط. ما انت اكيد مش هتقول له روح يلا استقل، اكيد مش هتطلع في اليوتيوب تقول روحوا انا مش عارف اقول ايه، مش عارف اتكلم. ما هو اكيد مش هتقول دايركت يا اسطى. اقول لك انا ما قلتش تعمل حاجه مع بنات. هو كل ده ليه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان حماده يعني، عشان تروق على حماده. ما انت طالع عمال تروق حماده من ساعه مسيرتك كلها يا حماده، في ايه؟ ازاي تتعامل بثقة؟ ازاي بثقه بثقه، كل اللي انت بتتكلم فيه بثقه. جو ان مفيش بنات في حياتك وحرام جو بقى حرام وبتاع ولا انا في دبي يا ولاد بنات خالص على الكوكب. انا مش عارف انت جايبه منين. انت مش شفتش حاجة عملية ولا ايه؟ شفتش حاجه عمليه ولا ايه؟ انت ايه؟ انا مالكش في انت ايه؟ ما رحتش جامعة، ما دخلتش شغل، البنات حواليك في كل حته. ده كده زي الرز كده وحلوين ومقطقطين والدنيا جميله. انا كل اللي انا بتكلم فيه انك لما تتكلم انا اللي بتكلم فيه لما تشوفها ما تحلش البت. انا قلت لك حاجه غلط معاهم وتتعامل معاهم تبقى كويس. ابقى كويس ازاي؟ مش فاهم يعني. انا دايما بقعد افكر كده، لو انا نزلت ديت طبقت كل اللي عمله مكاوي انا هيتف في وشي. لو انا رحت وقاعد رجلي على رجلي وفاتح رجلي وقاعد عامل كده ولابس قميص كروهات ووايت سنيكرز وقاعد كده وباخد بالي من بيتش صوتي وقاعد اعمل انت عامله ايه فاضي يوم الخميس، ما هتتف في وشي. الناس اللي بتبعد عن البنت طول حياتها دي وتتجوز جواز صالونات. بص شتم كل الناس اللي اتجوزوا جواز صالونات، شتم كل الناس اللي ما بيكلموش بنات، هنهم كلهم ويرجع يقول لك انا مش هم السبب في نسب الطلاق اللي بقالها سنتين، اعلى حاجه وصلنا لها في حياتنا. ما شافش بنت في حياته. انا ما بقولش ان انا بقول عم، ما بقولش بتكلمش في نقطه حرام وحلال، مش بتاعتي. هو انا ليه ان انا اقول لحد يعمل حاجه غلط او حرام او بس تبقاش مستفز يعني. واتجوز جواز صالونات ما يعرفش يتعامل اصلا مع ست، وطبعا خلف منها زي الحمار، وطبعا الجوازه ما كان خلف منها زي الحمار. يا نهار اسود. ده انت بتشتم 3/4 اهالي الناس عشان تبقى فاهم. الواد ده ما عندوش مدرسه ولا اجازه الصيف مبهدل طالع سايبينه كده. دي حاجه صغيره بس من النتائج اللي هو ما تعرفش بنات خالص. انت في دراساتك اللي انت عملتها عندك في دبي يا دكتور يا مكاوي يعني. حياتك اول بنت تعرفه تروح تتجوزها على طول. فوق ما تبقاش غبي تروح تتجوز، ما تبقاش غبي. انا مش عارف الناس اللي بتكتب كده في الكومنتات عايشه في انهي كوكب. انتوا عايشين فين؟ عايشين فين؟ ايه الكلام؟ في ايه؟ ما تفتح لك يا ابني ازازه بيره ولا شوف لك ايه. ابعد على البنات كلها، ما تبصش، بص على الارض. بص على الارض. فوق فوق. ما تعملش اي حاجه غلط مع بنت. انا ما بقولش كده. امال اعمل ايه بقى؟ امال هتعمل ايه؟ ما هو هيروح يعمل معاها حاجه صح ازاي بقى؟ ما هيعمل معاها حاجه صح هيروح يتجوزها. ما تجننيش يا عم الجو والله العظيم، والله انت عسل قسما بالله. كل الاساليب اللي انا بعملها دي تجاربي وانا بسال بنات. باين من الصور تجاربك. للاسف الفيديو لو علمي بحت اكاديمي بحت مش هتتفرج. وانت من ناحيه العلم فانت عندك علم فعلا واكاديمي، يعمل لكم فيديوهات اكاديميه بحت، حاجه علميه بحت، حاجه محترمه عشان تعرف تتكلم ما تبقاش اهبل في الحياه عمليه قدام. مكاوي يدعو للفجور. انتوا ضحك يا جدعان والله. انت ضحك والله العظيم. الله العظيم والله انت عادتك حلوه والله. هتفهموا الكلام اللي بقوله ده قدام. تفهموا الكلام اللي بقوله ده. ضحك والله العظيم. انا قاعد هنا، انا قايم يا عم اشوف كرسي اليوجا بتاعي يا عم، قاعد بكلم في خرفان. وبخصوص بقى الناس حبايبي اللي بيقعدوا يقولوا يا مكاوي انت معكش فلوس. لا انا معايا فلوس، انا معايا فلوس والله. عايز اقول لك كمل، انت ضحك فشخ. انت مسخره انت كمان قسما بالله. فوق الدنيا بتمشي. قوم اقلع هدومك، الدنيا بتمشي. قوم طلع، قوم اتصرف بايدك. والكل اليوتيوبرز الغلابه حبايبي ايوه اليوتيوبرز، احنا اليوتيوبرز الغلابه. ايوه تعالى لي. عملوا عليا رياكتات من زمان اهو من زمان يعني، قالوا هجيب فيوز اهو. شفت بقى ان احنا جدعان؟ شفت ان احنا كنا بنجيب لك ريتش. هو ابتدى وبطل شغل عشان ما عندوش محتوى غير انه يتريق على الناس. يا حبيبي مش محتوى يا حبيبي، ما هو الرياكت ده هنقعد نهري بقى نعرف الناس الرياكت. هو معنى ان انا بتريق على الناس يبقى انا بقلل منهم؟ انا بنتقد عادي. ومعنى ان انا بنتقد ناس يبقى انا خلاص اللي ما بغلق يعني. احنا بنهربد يا اسطى، بنفتح الفيديو على الله حكايتنا. الناس اللي بتشتغل بجد زي هي الناس اللي قاعده، في ناس فتحت وقفلت. خلاص يا جماعه، انا بكره ان شاء الله انزل لكم ازاي تروقوا على سمير. بكره انزل لكم فيديوهات ازاي جايين قدام اللي ناويين ينتقدوا واللي انتقدوا كملوا.
انا مبسوط جدا، دعايه ببلاش. كملوا فكوا هينفجر منه على راسي والله كل واحد فيكم، على راسي حبيبي يا اسطى والله. انتوا اكتر ناس بتفيدني. عايش معاك. حبيبي والله. طب ما في ايه المشكله كده؟ ما فيش حاجه، ما الراجل قافل الفيديو هو مبسوط اهو والله. ما في. طب والله الراجل مبسوط وسعيد. امال في ايه يا ابني؟ طب يا عم شكرا يا جماعه، اشوفكم الفيديو الجاي. يلا سلام بقى.